نريد أن نسأل سؤال يراود ذهن الكثيرين حاليا. هل فقدتم السلطة في ليبيا أم أنكم في طريقكم لاستعادتها؟ هي القوة اللي منظمة لكل هذه الأحداث الحزينة هي يعني اللي تقود فيها زي ما معروف ومستر، هي قوة موجودة في الخارج، يعني من ليبيين وعرب وغيرهم هم موجودين في الخارج. هذا كلهم يتمنوا أن الوضع ينهار في ليبيا، وبالتالي يأتون من الخارج ويحكموا هذا البلد. وهذا يعني شيء عارفينه وقابلينه وفاهمينه، وطبيعي أن الناس تبي تحكم وكذا. وحصلت في عدة دول في العالم، وحصلت في العراق، وحصلت ناس يبقوا برا ويتفقوا مع قوة أخرى ويعملوا مشاكل، وبعدين يجوا ياخذوا ويستغلوا أهل البلد، هم اللي يموتوا، هم اللي يحرقوا أنفسهم ويحرقوا بلادهم ويتعذبوا. لكن أهل البلد هؤلاء أيضا هناك جزء منهم يعبر عن رغبته في التغيير ربما. طبعا أنا أجيك الكلام، لكن التحريض كله كان من الخارج، من بداية الحملة الفيسبوك والرسائل النصية والرسائل الإلكترونية. معروف الليبيين كلها عارفين هذه حملة بدأت من فترة وكلها من ناس من الخارج. أما تقول الآن من اللي يحكم في ليبيا، تفضل أنت الآن هنا موجود في وسط طرابلس في فندق، احنا الآن في فندق وسط طرابلس، هنا الحياة عادية. تقدر تطلع الآن شوف من اللي يحكم في ليبيا الآن. شفت الشباب يعني الآن حتى ساعة متأخر من الليل وهم عاملين بوابات للتفتيش وحفظ الأمن، عملوا بوابات في كل حي، هذا كلهم مدنيين. الآلاف الآن اللي يحفظ الأمن في طرابلس وضواحيها وغيرها مدن، هذول مش شرطة أو جيش أو مخابرات، هذول الليبيين هم اللي يتحكموا الآن في هذه المدن، هم يتحكموا في طرابلس، وهم يتحكموا في الشوارع. اللي يحكم هي مش قصة فلان يحكم مش اللي يحكم هؤلاء، هذول الليبيين، هذول مش مرتزقة. لكن بما أن طرابلس هي المدينة الرئيسية التي بقت الآن تحت سلطتكم، البعض يتساءل هل هذه هي الأيام الأخيرة للعقيد معمر القذافي في الحكم؟ كويس. ماذا عن مدينة الزيتون؟ ماذا عن زوارة؟ ماذا عن الخمس؟ ماذا عن صبراتة؟ ماذا عن سبها؟ ماذا عن سرت؟ ماذا عن راس تنوف؟ ماذا عن ترهونة؟ ماذا عن سبها؟ كفرة، غدامس. يا أخوان يعني 3/4 البلاد يعيش في هدوء وفي سلام والحياة طبيعية جدا. طرابلس فيها نصف سكان ليبيا أو أكثر، نصف سكان ليبيا يعيشون في هذه المدينة وهذه العاصمة. الأمور ممتازة. يعني المشاكل حصلت في بعض المدن في المنطقة الشرقية، وهذه اعترفنا بها وحكينا فيها. والآن في المنطقة الغربية حكينا، حتى مدينة الزاوية مصرات اللي فيها مشاكل الآن هي مجموعات مسلحة ظاهرة للعالم كله. ولا اليوم دعيت الصحفيين أن يمشوا ويصوروهم، مش خافين أنفسهم. هذه جماعات مسلحة عددها محدود يعني في العشرات وتعيش في منطقة محددة. ما توجهات هذه الجماعات المسلحة؟ يعني ماذا هم يريدون الانتفاض على السلطة القائمة؟ هم بالضبط ما حصل زي ما حصل في تنظيم جند الإسلام في لبنان. طب نفس السيناريو، مجموعات كانت تنظم في روحها فتح الإسلام كانت تنظم في نفسها تحت الأرض. استغلوا الفرصة الاضطرابات اللي في ليبيا وهجموا على معسكرات الذخيرة والأسلحة والجيش وأخذوا تسلحوا وبدأوا يقاوموا. هذا مش كلامي ليه أو كلامك أنت، هذا تمشي الآن وحكيت لك امشي للمدن وشوفهم هم يعني مسلحين بأسلحة ثقيلة، سرقوا دبابات في الشوارع يدفعها. لكن هناك من يقول بأنكم تخيفون الغرب بالبعبع الإسلامي دائما. الآن ما في تظاهرات، الآن لم يعد تظاهرات، الناس الآن خايفة في بعض الأماكن. في بنغازي اليوم خرجت مظاهرة كبيرة. لا عفوا خلينا نحكي على المنطقة هذه الأول. نعم في طرابلس لا يوجد. لا مش طرابلس، نحكي حتى على المنطقة مصراتة والزاوية. الناس الآن خايفة لأن هذه ناس عندها سلاح، أخذ سلاح، فبالتالي وليس الخبر كالعيان. أنت تقدر الآن تأخذ الكاميرا بتاعك وتمشي وتصورهم، وهذا موضوع طبعا سينتهي لأن هذا تمرد مسلح. كيف سينتهي؟ هذا سؤال مهم الآن. أولا هم أيضا الآن هم هيسلموا وأتمنى يسلموا بدون أي مشاكل خسائر. نقصد اللي موجود الآن في مصراتة وفي الزاوية، بس هذا عدد محدود وفي مكان محدود جدا. يعني طب لماذا سيستسلموا؟ أنا فقط سؤال، يعني هل هناك حوارات قبلية؟ هل أرسلتم وفود؟ في حوارات طبعا. في مصراتة مدينة فيها 550 ألف، أكثر من نصف مليون إنسان، ما يسمحوش ل 40-50 شخص مسلح
يدمروا حياتهم. مصراتة مدينة صناعية، مدينة تجارية، هذا القلب. هل لديكم اتصالات مع القبائل هناك في مصراتة والوجوه المدينة؟ أهل الزاوية وأهل مصراتة وحتى أهل برقة هيحلوا مشاكلهم بروحهم. الناس مش هتسمح لأولاد يخطفوا حريتهم ويخطفوا أولادهم. لن تتدخلوا عسكريا لإعادة هذه المدن إلى سيطرتكم؟ مش سيطرتنا يا إخوان، إلى سيطرة الدولة بمعنى. هذه حركات لا مستقبل لها، لأن هذه مش حركات احتجاجية وتطالب بحريات وبتطالب بدستور وتطالب بحقوق إنسان وبحرية الصحافة. هذول الناس عاملين عمليات يعني إرهابية، لكنهم يطالبون بالتغيير، تغيير الوضع القائم منذ 40 عاما، وأنت تعرف أن هناك موجة تغييرات كبيرة في المنطقة. لا، هناك فرق. عفوا، هذول أنت أتمنى أنك بكرة تذهب وتقابلهم وأسألهم ما هي طلبكم. إذا لقيت فيهم حد يتكلم عن دستور أو ديمقراطية أو حرية أو انفتاح أو اقتصاد حر أو تنمية، عندك حد. هذه مطالب أخرى يا إخوان، بس برضو هذه مش مشكلة، لأن هذه جماعات صغيرة ومحدودة، لكن هي مشكلة أن هي مسلحة. فهذه هي النقطة. لكن عفوا، أيضا تعرف هناك موجة من الاستياء في السنوات الأخيرة. يعني الشعوب العربية مستاءة من الأنظمة العربية التي تبقى سنوات طويلة، عقود طويلة في الحكم. وأنت تعلم عندما يعني عائلة واحدة تتحكم في السلطة ل40 عاما في ليبيا وفي بلدان أخرى، ربما هذا يؤدي إلى يعني بعض المقربين سيحصلون على ميزات معينة على حساب باقي المجتمع. أليست هذه يعني مقولة فيها قدر من الصحة؟ أولا كعائلة ما تحكمش. أبدأ بالعبد الفقير لله. إذا كان سيف الإسلام يحكم، أنا كثير من المواضيع بتاعي تأخرت أو تم إجهاضها وطلعت. إذا كنت نحكم برأي كثير برامجي تم تنفيذها وممكن ما كناش الآن يعني نمر بهالأزمة الحالية. رقم 2، بالعكس أنا في رأيي اللي كانوا يحكموا في ليبيا أو كانوا السبب حتى في مشاكل هم الآن اللي استسارعوا في الاستقالات وفي الهروب زي جرذان وبخايفين، هم سبب في المشاكل اللي صارت ليبيا، وهم أول من هرب. فبالتالي مثل من؟ في مسؤولين يعني كل مرة الداخلية مثلا. أنا لا أتكلم عن أشخاص معينين، أنا نحكي بصفة عامة. الناس، حتى الناس اللي كانت وهم حتى الليبيين، أسألهم أنت بكرة، قول لهم أنتم هل عندكم مشكلة مع سيف الإسلام أو عندكم مشكلة مع مسؤولينكم؟ يقول لك احنا مشكلة مع مسؤولين اللي قعدوا 10 سنوات يتحكموا فينا. لكن نحن نريد أن نسأل تحديدا عن مثلا وزير الداخلية الذي تحدث معارضا للسلطة على قناة العربية وقنوات أخرى. هذا ليس سرا. السيد عبد الفتاح هذا تم الهجوم عليه وخطفه، وهذا معروف الكلام، وأجبر على قراءة ما قال. يعني شو تتوقع من شخص كبير في السن يمسكوه مجموعة من البلطجية؟ شو تتوقع من يقول؟ نعطيك مثال آخر. لكن هناك من يقول بأنه شاهد قمع القوات للمتظاهرين ما شاهدش قمع. هو كان مسؤول العمليات كلها في بنغازي. هو كان آمر المنطقة العسكرية في بنغازي، لأنه هو كان آمر المنطقة العسكرية في بنغازي. كيف يقول أنا شاهد؟ كيف عبد الفتاح يقول لك أنا؟ بالعكس، هو المسؤول الأول والأخير على بنغازي. بس أيضا للأمانة عبد الفتاح لا أمر بالقتل ولا إلا قتل اللي صار في بنغازي يا أخوان أراه مش بأوامر هذا تصرف فردي، لأن ناس هاجم على معسكر جيش. الجيش في العالم، هات لي جيش في العالم، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، يسمح أن ناس يقتحموا معسكرات ويصلوا سلاحها. الناس دخلوا إلى معسكرات، حاول كل القتلى اللي حصلت في البيضاء أو غالبيتهم في البيضاء في غازي، الغالبية نقص حصلت أمام أقسام مديرية الشرطة أو الجيش، لأن صار احتكاك بين الناس والناس، وهذا للأسف الشديد. لم تطلقوا النار على متظاهرين سلميين؟ اللي صار أنه هو الناس اللي ماتوا في بنغازي غالبيتهم، هي وين صارت المشكلة؟ في بنغازي حصل مشكلة أمام كتيبة الفضيل، كتيبة عسكرية. كل القتلى غادي ليش؟ لأن المتظاهرين يحاولوا اقتحام المعسكر، الناس جنود غير مدربين على قمع الشغب، غير مدربين على التعامل مع الجمهور ومع المدنيين، والناس كانت مرتبكة وخايفة وكانت يعني متوترة، جنود يعني متوترين. تطلع طلقات يصير الموت، يزداد الغضب، جنائز، ثاني يوم تجي مظاهر أقوى، وهكذا صار يتصاعد الغضب والاحتقان ما بين العسكريين اللي في هذه الكتيبة والمتظاهرين اللي حاولوا يقتحموها. فهذه مش غلطة لا عبد الفتاح ولا غلطة الأحداث يا أخوان، فرضت نفسها في بنغازي بهالطريقة هذه. وفي الأخير هذول المواطنين الليبيين والجنود الليبيين، وهذول الاثنين تعاونوا بعضهم. للأسف أن الناس المجرمين
المسؤولين عن هذا مش عبد الفتاح أو هم اللي حرضوا هالشباب الصغار وحرضوهم وقالوا اقتحموا هذا المعسكر، وقعدوا هم أحياء وخلوا الناس تموت. هذول هم المسؤولين، هذول هم المجرمين. صحيح، لكن أنت اعترفت في حديث سابق بأن المنطقة الشرقية أصبحت خارج سيطرة الدولة الآن. كيف ستستعيدونها إذا كان لديكم خطة؟ هذه أماكن فيها بعض أماكن منها مخطوفة. أنا عندي عشرات اتصالات تأتيني. أنا أعطيك مثال، أعطيك اسم. في واحد اسمه علي سعد كان ماسك مسؤول الأمن في مدينة البيضاء، كلمني قال لي يا أخي أنا مسك أولادي رهاين. قالوا لي يا تتصل هذه الميليشيات المسلحة العصابات الإرهابية، يا تستقيل وتعلن استقالتك أو نقتل أولادك. فكلمني قال ايش الحل؟ قلت لا، كنت استقيل. كثير من الناس تم تهديدهم. أعطيت مثال. المشكلة في درنا وفي البيضاء هو وجود العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية. ماذا عن موضوع الجماعات الإسلامية التي قيل بأنكم تحتفظون حتى بأشرطة صوتية لاتصالاتها مع بعض المتظاهرين؟ هذا صحيح؟ موجودة. هذا كل الأيام اللي جاية. هي احنا غلطة ليبيا أن ليبيا لم تفتح الإعلام، وهذه أحد الأخطاء التي تعترفون. نعترف بهذه خطأ في إدارة الأزمة. هناك أخطاء أخرى ربما تعترفون بها لاحقا؟ أخطاء كبيرة. أكبر خطأ أن الإعلام لم يدخل ليبيا. ثانيا، الإعلام الليبي الرسمي كان فاشل في تغطية ومتابعة. والإعلام الحكومي دائما الحكومي فاشل. ثالثا، أن حصلت مشكلة كبيرة واللي عند الآن وكل الليبيين يعرفوها في شبكة الاتصالات نتيجة الأحداث هذه وكل الكلام. فصار في زحمة كثيرة على خطوط الاتصالات، أصبح اتصال صعب. فأصبح الناس اللي في الداخل وفي الخارج رهينة لما يسمون في الإعلام. فبالتالي حتى الناس الآن مثلا تشوف أنت ناس استقالت، واحد يبكي، واحد متأثر، هم لأنني يسمعوا في الأكاذيب قتل أطفال، قصف الطيران، مئات، كل مرتزقة، هذا كله كذب. ولهذا ماذا عن موضوع المرتزق؟ قيل بأن هناك قوات موالية لكم من المرتزقة الأفارقة تقمع المتظاهرين في المدن الشرقية تحديدا بنغازي. أولا يعني أمتى هتجمعهم وتدربهم وتسلحهم وتنقلهم؟ يا أخوان هذا أن هناك معسكرات كلام، هذا كلام ضحكة. إذا الشرطة الليبية وإيش الليبي إذا كان في ناس من طورغة أو تبو أو توارق أو من فزان، لأن نصف سكاننا إحنا سود. يا أخوان ليبيا نصف سكانها سود، إذا هذول موجودين في كل مكان. احنا وزير خارجيتنا أسود، وزير خارجية ليبيا أسود. هذا عبد الرحمن شيقة مرتزق، مش مرتزق، هذا ليبي. يا أخوان مش معنى واحد أسود مرتزق. لكن نقول لكم قصة المرتزقة كذب، قصة القصف الأحياء كلها كذب، الأرقام كلها كذب. غدا ستأخذ طيارة عمودية هليكوبتر وهتلفوا على كل المناطق وتشوفوا وتنزلوا في الأحياء، في فشلوم، في تاجورة، في كل أي مكان، وتأكدوا أين القصف، أين المرتزقة، أين الطيران اللي يقصف. كلام كله كذب. الطيران لم يقصف إلا مخازن الذخيرة اللي خفنا عليها من السرقة فقط. صحيح. طيب الآن بما يتعلق رؤيتكم للمستقبل، الأيام القليلة القادمة، ما هي الخطة التي وضعتموها لاستتباب الأمن في باقي المدن الليبية؟ أنا كنت نحكي أنا حكيت من أول يوم على الليبيين وكنت صارم وكنت يعني في غاية الجدية هددت بحرب أهلية؟ مش هددت، أنا لم أهدد أحد، أنا حذرت. نعم. أنا في لحظات تاريخية وحاسمة في تاريخ ليبيا لابد نكون صرحاء مع بعضنا. ما فيش وقت للمجاملات، ما فيش وقت للابتسامات، ما فيش وقت للدبلوماسية. قلت لهم يا أخوان أنتم شافت حرب أهلية، وفعلا القبائل أصبحت تتسلح. كل قبيلة تهجم على معسكرات واللي جنبها وتهجم على مخازن الداخلية جنبها وتتسلح، مش بتحارب الدولة أو بتحارب الجيش، حتى تستعد الأحداث اللي قادمة عشان تحصل، فكل واحد يدافع عن نفسه. هذا واحد. حذرتم من التدخل الأجنبي، وهي بداية الآن تدخل أجنبي. حذرتم من الإرهاب، أو الآن يشوفوا فيهم قدامهم الآن في شوارعهم. لكن في ذلك الخطاب الذي طبعا أثار بعض الانتقادات، لأنه كان البعض اعتبره أنه فيه نوع من الفوقية في ذلك الخطاب، هل كنتم تتحدثون أو تحذرون من حرب أهلية بناء على ثقتكم بأن هناك عدد كبير من القبائل ما زال موالية لكم؟ مش القبائل، الشعب الليبي مش قصة موالي ومش موالي. الظروف اللي مرت بها الدولة، مرت بها البلد، الليبية فتحت الأبواب على مصراعيها لكل الخيارات، وهي بدأت الآن يعني بوادر حرب أهلية، التدخل الأجنبي. لماذا يرفعون علم المملكة القديمة في المنطقة الشرقية، مملكة إدريس السنوسي؟ أولا بالنسبة لي العهد الملكي هذا جزء من تاريخنا، وانا دائما ويعرفون الليبيين دائما كيف تكلمت عليه العهد الملكي. العهد الملكي جزء من تاريخ ليبيا ولا يمكن حد يلغيه، لانه جزء من تاريخ ليبيا. العلم بتاع